السوق السوداء الذي ليس له حصر أو كيفية. إذا قبل وبعد المشكلة موجودة. طيب المشكلة احنا حددناها 3 أسباب أساسية. لو احنا قلنا قبل الثورة وقلنا بعد الثورة، أسبابها إن احنا حسينا بالمشكلة إن احنا ما عندناش الحاجات اللي تخلينا حتى نستورد وما نحسش بالمشكلة. لكن أساسيات المشكلة 3 اتجاهات. الاتجاه الأول نقص شديد في إنتاج مصر من الزيت الخام. ولما أجي أذكر كلمة الزيت الخام، معظم الناس تقول لك إحنا ناس بنصدر. إحنا كنا بنصدر زيت خام. الآن لا نصدر زيت خام. إحنا نصدر بالصدفة البحتة. لأن لو لم يكن هناك غاز طبيعي مصاحب لاكتشافات الزيت في الفترة السابقة ل 15 سنة، لكانت مصر من أول الدول التي تعلن إفلاسها في الطاقة. طيب لما حضرتك تتخيلوا كم واحد فينا في القاعة دلوقتي لو أنا سألته كم مرة في طبيعة حياته 20 40 سنة 50 سنة سمع كم مرة إنتاج سقف مصر من البترول كام؟ حد يديني رقم كده؟ ده حضرتك اللي انت سمعته حاليا في الجرايد صح؟ لا وقالوا انها بتنزل وان الاحتياط هيخلص خلال 30 سنه. ده المعلومات اللي عندنا. تخيل بقى حضرتك لما يكون احنا عندنا دوله بتطلع مثلا اكتر من 680 جريده يوميا. 32% من الجرائد اليوميه ديت موجهه للطاقه. 32 يعني بتاخد مصروفاتها من قطاع البترول وكل مصاحباته. ولا جريدة أصلا تحمل رقم أو معلومة بتقول فيها للناس إحنا ثرواتنا من هذه الطاقة كام ومتوقع نكون فين وممكن تكون عندنا مشكلة إمتى. والناس بتعمل إيه عشان ما تبقاش فيه مشكلة؟ صفر، مفيش. السؤال رقم 2، لو أنا تخيلت نفسي مثلا أقول لدولة كثافتها السكانية سنة 70 1980 1990 2000 2005 2012، هل الكثافة السكانية بتزيد زيادة طفيفة ولا زيادة مضطردة؟ حتى حضراتكم الأرقام بتاعتنا نقول إن في سنين زادت فيها الكثافة السكانية كثافة مضطردة. طبقا لتقرير هيئة الإحصاء قالت إن الزيادة المضطردة زادت من عند 2005 لسنة 2012. فاكرين انتوا طفل كل 30 سنة؟ احنا في المعلومة بتاعت 19 ل 21 سنة. دي مشكلة. طيب لو احنا تخيلنا دولة كانت بتنتج بترول سنة 98 بمعدل 1,600,000 برميل في اليوم زيت خام. سنة 2005 إنتاجها نزل من 1,600,000 برميل في اليوم لحوالي 890,000 برميل في اليوم. ومن سنة 2005 لسنة 2013 يناير 510,000 برميل، نص مليون برميل في اليوم. يعني مصر تفقد كل سنة في ال 13-14 سنة السابقة ما بين 95 ل 100,000 برميل في اليوم زيت خام. أنا عايز أقول لو أنا قلتها مشكلة الأساسيات بتاعتنا في العجز في الطاقة هي نقص الإنتاج. طيب يعني إيه نقص في الإنتاج؟ طب ما أنت عندك ما شاء الله كنا بنسمع في الجرايد اكتشافات جديدة وتم اكتشاف أعظم بير بترولي في العالم. ده كلام هراء عالي تماما من الصحة. تماما. أنت عارفة حضرتك؟ نعم؟ الغربية بيقولوا أكبر بير بترول هتعوم عليه. ما أنا حاجة لحضرتك أنا أصلا أنا حضرتك سيادتك حفرت، فأنا هقول لك المعلومة من أصولياتها. أنا حفرت في المناطق دي كلها. فعايز أقول لو إحنا بنقول إن هناك اكتشافات، فكان كل مرة نقول هناك اكتشافات 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 لدرجة إن إحنا كنا عايشين في حلم سامح فهمي بتاع الاكتشافات. أنا آسف إن أنا لا أذكر الناس في غيبتهم، ولكن عندما تذكر
المحاسن والمساوئ لابد أن تذكر الأشياء والأرقام والأفراد. لأن احنا بنذكر جمال عبد الناصر دلوقتي، مش احنا لسه بنذكر جمال عبد الناصر، لسه بنذكر سيدي الدكتور إبراهيم وهو بيكلمك وبيتكلم بمنتهى الطلاقة عن الناس قعدت تفكر في أفكار وحيثيات ودراسات وتم تقديمها وهناك مناقشات ولم يسمع. طب تعال بقى احنا اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا كنا متصورين، تخيلوا لو مصر ما فيهاش ثوره، ولو لا قدر الله دخلنا عمليه انعزال دولي، عزله دوليه، مش ممكن تكون محرضه لينا ان احنا ما نقولش عزله دوليه. اي قرار اعترضنا عليه عالميا مثلا، زي ما يحصل عزل مثلا عالمي اقتصادي وسياسي زي ليبيا مثلا، او زي ما حصل لايران حاليا، ايه المشكله؟ قد يحدث. هل الناس اللي عايشتنا 15 20 سنه سابقه او 35 سنه سابقين ما كانوش بيفكروا ان قد ياتي يوم على مصر وتحصل فيها مشكله عزله، وهذه العزله تحتاج لنوع من المخزون الاحتياطي داخل الدوله وحدودها حتى تستطيع ان تتمالك اصوليات الدوله في هذه الفتره الحاليه؟ هذا لم يحدث. يبقى كل اللي احنا بنقوله اكتشافات جديده والكلام ده كله كل كلام ليس اقتصاديا. لان الكلام الاقتصادي بتاعنا مصر عندها تقسيمها، مصر بتاعتنا شمالا وجنوبا وشرق وغرب. في اقصى الجنوب دي منطقه اثار. فاحنا مناطق الاستكشافات بتاعتنا بتبدا من قبل منطقه اسيوط. يبقى في الاتجاه يا اما في اتجاه جنوب شرق او جنوب غرب. كل هذه المنطقه احنا مطلقين عليها الصحراء الشرقيه. لو احنا قلنا جنوب شرق تبقى دي الصحراء الشرقيه. لو احنا قلنا عليها جنوب غرب دي الصحراء الغربيه. لو رحنا لمنطقه الدلتا فيها حاليا عمليات تنميه وانتاج غاز طبيعي. لو رحنا لمنطقه مساء الخير جميعا، مساء الخير طيبين. النهارده هنتكلم على المشكله اللي هي مأثره في الشارع خالص علينا، ويمكن معظمنا كل المعلومات بتاعتنا ما بتخرجش عن اطار احنا رايحين لفين المشاكل اللي احنا فيها من الطاقه. الطاقه بتاعتنا تشمل جزئيتين، طاقه متجدده وطاقه غير متجدده. الطاقه المتجدده الشمس والرياح والهواء. طاقه غير متجدده كل منتجات الغاز الطبيعي والبترول بكل مشتقاته. طيب مره واحده كده ظهرت المشكله بتاعت الطاقه، بقت ازمه السولار والبنزين والبوتاجاز، وطرحت نفسها على الشارع المصري طرح غير مقبول. انا لما بقول كلمه طرح غير مقبول يعني ايه؟ في حاجات اقدر اتقبلها وفي حاجات ما اقدرش اتقبلها. الحاجات اللي اقدر اتقبلها مثلا ان انا ما الاقيش الاتوبيس يجي مثلا وما اخد اتمشى شويه فاقول ما فيش مشاكل. ولكن الحاجات الغير متقبله ان انا ما الاقيش الاتوبيس اللي بيجي ده ما يجيش عشان ما لقاش السولار، والقطر اللي مش هيطلع في مكانه عشان يطلع يروح من محافظه لمحافظه برضه يتاخر عشان بيملى سولار. والحاجه برضه اللي احنا ما نتقبلهاش، متعودين انبوبه البوتاجاز بنستخدمها مثلا مره في الشهر، نلاقي ان انبوبه البوتاجاز قد ما نلاقيهاش، ولو لقيناها لازم نلاقيها بسعر غير عادي. واجي لحته البنزين واقول ده حتى الراجل بتاع التاكسي مره واحده يقول انا مش هستخدم غير بنزين 80، ولما ما لقاهوش خلاص تاكسي واقف في الشارع. يجي الراجل بتاع الميكروباص نفس القضيه، يجي الراجل بتاع نقل التقيل نفس القضيه. ايه المشكله؟ المشكله هي موجوده اصلا، ولكن المشكله لما نيجي نفسرها تفسير ليه تقنيه وليه فن اقناع للمواطن وثقافته في الشارع اللي هو ليس تخصصي ومش ماشي ولا مالي دماغه خالص بمشكله ان الانتاج بتاعنا كام واحنا بننتج قد ايه وبنجيب المنتجات دي منين، بنصنعها هنا ولا ما بنصنعهاش، دي مش مشكلته. بس هي مشكله لان الفقر الشديد في الثقافه لدى المواطن المصري من ازمه الطاقه اللي هي لا تخلو منها دوله. اعتى دول في العالم وليكن بالستيت امريكا عندها مشكله في الطاقه. وبصوا على اي برنامج لاي رئيس دوله في امريكا كده، هتبص تلاقي ان المين توبكس بتاعته في اول برنامج انتخابي ليه هو السد العكسي في الطاقه. ثم ياتي التدريج مره واحده، كلما كثرت التكنولوجيا بتاعت الدول، كلما زادت التقنيه بتاعت صناعاتها، كلما زاد تاثيرها الاقتصادي في العالم، كلما زادت احتياجها الى النفط، الطاقه.
طيب ارجع بس، الطاقه هل ليها منظومه عالميه؟ ليها منظومه عالميه. المنظومتين اللي بيحكموا نظام الطاقه في العالم، ولتكن الطاقه غير البديله، البترول والغاز الطبيعي، منظمتين عالميتين. المنظمه الاولى هي بسميها المنظمه العالميه المهيمنه المتحكمه، الاوبك. منظمه الاوبك تشمل كل الدول اللي سقف انتاجها يزيد عن 1.5 مليون برميل. طيب في منظمه ثانيه تحتيها اسمها منظمه الاوابك. منظمه الاوابك هي كل الدول اللي سقف انتاجها يصل الى 1 مليون برميل يوميا. ما عدا ذلك احنا بنقول عليها هذه الدول دول في احتياج للطاقه. طيب اضرب ارقام. هي مشكله الطاقه هي مشكله ظهرت في مصر النهارده بعد الثوره، ولا كانت موجوده قبل الثوره؟ ولما حتى هي كانت موجوده قبل الثوره ليه ما حسيناش بيها زي ما كانت موجوده؟ اسباب قد تكون مقنعه، اسباب قد تكون واهيه، ولكن الاسباب الاكثر اقناعا ان الطاقه بكل اشكالها عندما كانت هناك مشكله واستحسها المواطن في الشارع المصري نتيجه 3 اشياء اساسيه. هي بعيده كل البعد عن تواجد الطاقه. نمره 1 اننا دوله مستورده بشراهه لكل منتجات البترول. الكلام ده موجود من 11-12 سنه، وهقول لسيادتكم الارقام كلها. يعني احنا من 12 سنه بنستهلك وبنستورد كل هذه المنتجات من الخارج. بس كان هناك 3 اشياء موجوده. قبل الثوره كان هناك ساين او دولار، كان هناك عمله صعبه، وكان احتياطي نقدي موجود. نمره 2 كانت هناك علاقات خارجيه بتوحي بالثقه بان الاقتصاد المصري حتى في حاله التخبط بتاعه قبل الثوره كان سوف يتعافى، فلا بد ان يحسب حساب. نمره 3 كان هناك علاقات من دول مؤثره في المنطقه وبعيده عن المنطقه من شأنها ومن حالها ومن أمنها أن تؤثر في الشرق الأوسط بتواجد الجسم المصري وهدوء، لأن مصر تلعب دور مؤثر في الشرق الأوسط. بعد الثورة ليس هناك احتياطي نقدي. نحن نشكو ان احنا في خط الريد لاين فور برسبكشن اللي موجود في السنترال بانكينج بتاعنا. في عندنا مشكله. احنا بنتكلم على عندنا ليميتيشن في البنك المركزي. الليميتيشنز بتاعتنا 8.5 مليار دولار. ده احنا بنسميها الليميتيشنز. ايه الليميتيشنز؟ يعني ما ينفعش تيجي جنبها، لان دي اصوليات دفع القرض، القروض اللي علينا كلها، واصوليات تعود لبعض سندات برضه ما ينفعش تيجي جنبها خالص. ما عدا ذلك من فوق الغير اي قيمه تستطيع ان يكون في نوع من التداول حتى لو هتسد لفتره وجيزه من الوقت. لكن احنا بنتكلم بقالنا دلوقتي حوالي سنه وشويه، ما بين 12.5 لحوالي 13.2 عماله تطلع وتنزل. طيب القصه المشهوره بتاع صندوق النقد الدولي وقصه ال 4.8 مليار اللي هي احنا الناس سمعتها، الناس حفظتها اصلا. هذه القصه بقولها اصرار الحكومه الحاليه على الاستمرار في موضوع القرض ده هو نوع من الاصرار للحفاظ على ثقه البنوك العالميه في الاقتصاد المصري. لانك انت تتبع مقاييس عالميه. هذه المقاييس تتبع مجموعه من الدول، لابد ان تطبق عليك هذه الشروط. اذا تم تطبيق هذه الشروط عليك وتم قبولها تعني ان هذه الدوله فيها نوع من مصداقيه المعاملات وفيها نوع من الامان في ان الاقتصاد سوف ينمو. هذا هو الحرص. نرجع للموضوع بتاعنا. اذا بعد الثوره ليس هناك علاقات خارجيه جيده، ليس هناك عمله صعبه. نحن نشكو من ان مفيش هدوء داخل الشارع المصري. الكثافه السكانيه المترديه. في وسط الظلام اللي احنا فيه ده، فوق يعني المتكاثر حوالينا وعدم الاهتمام بالقضيه المصريه وبامر تحت، هل من الاحسن ان تقود مصر افريقيا ولا تقاضيها دوليا، ولا تلاقي حلول اشد واحسن بنوع من الكومبرومايزيشن في اتفاقات عاديه؟
والله اللي انا شايفه، انا بصرف النظر عن رايي، انا رايي واضح وصريح ان احنا كان لازم نشتكي من بدري. لان حتى لما مصر عملت السد العالي كان جمال عبد الناصر صديق شخصي حميم للسلاسي، كان بيحبه جدا. ومع ذلك السلاسي قال له لا انت عملت اتهام من غير ما تاخد اذن، انا اروح الامم المتحده وارتكب. الشكوى وارده، انت بتثبت حالك، بتثبت حقك، انما ما حدش ما علينا. دلوقتي كله مستني نتيجه اللجنه الثلاثيه. انا بقول اللجنه الثلاثيه ستقول حتما ان هناك تاثير سلبي على الانفراد المائي الطبيعي لمصر والسودان 100%، ما فيش فيها نقاش. ليه؟ لان حتى لو كنت بتولد طاقه كهربائيه بس في بحر. اذا كنت بتشتغل في الزراعه فكل فدان بياخد 5000 جنيه. إذا قلنا 4 مليون هنا و5 مليون هنا بقى 10 مليون، ال 10 مليون في 5000 ب 50 مليار، انتهت القضية. ال 50 مليار دول كان المفروض يجي لمصر مليون. هي كده، فيري سمبل يعني. فاللجنة هتنتهي إلى هذا الرأي، ولكن هذا الرأي شبه يقول لك طب وما أنت عايز حقك؟ تعالوا نقعد مع بعض وكل واحد يشوف حقه فين. أنا شايف السيد الوزير امبارح بيقول والله انه جايز جدا نبتدي بمشروع مجار ده جاي من الصوب وداخل على السودان، وكان المشروعات بتاعت استثمار الفواكه القديمه. انما انت ده حاجات في جنوب السودان النهارده. جنوب السودان بتقول لك يعني سالوا الراجل في مونبولييه الوزير السوداني الجنوبي، قالوا له ايه رايك في مشروع جونجلي؟ جونجلي الراجل جرم قبل ما يموت، سالوه عن احياء مشروع قناه جونجلي، قالوا ما مشروع حائل واحنا ما كناش موافقين عليه لان احنا كنا عارفين انه رايح للشمال فقط. اما وانه سيكون مناصفه بين الشمال والجنوب، فانا قد حصلت على دكتوراه من احد الجامعات الامريكيه في الاقتصاد الزراعي على قناه جونجلي. كرم بنفسه الراجل الوزير التكنولوجي بيسالوه يقولوا ده خلص 80% منه يا دوب كده شويه تكريك ولا حاجه ويعود. قال لهم جونجلي ازداد. مفيش جونجلي. ليه؟ لانه فاهم ان المطر اللي بينزل عليه من جونجلي من المستنقعات، وهذا خطأ لان المطر جاي من المحيط مش جاي من المستنقعات. ومع ذلك فهذا هو الفكر. اللي انا بتصوره انه ستضغط اثيوبيا على مصر عشان تقعد توقع على هذه الاتفاقيه دي معجزه، ومصر لا يمكن ان تتراجع عن الاتفاقيات الدوليه بروجرامها طبعا لان ده حق تاريخي. يا فندم هي على فكره الاتفاقيه الواقعه ما فيهاش اي حاجه خاصه بالانسان. احنا انا في اللي هي اللجنه الشرعيه بتاعت دول الحقوق دي كنت بقعد مع السوريين. الفكره كلها بيقول لك لا الموضوع يرجع لمائده المفاوضات للمناقشه. يعني قصدي وانت القوانين ان انت اصل هي حضرتك ما هو ما بيعترفش بالقوانين. في الخلفيه ساعات سبب قعدنا ونتناقشنا عدم الاعتراف بالخلفيه، لان هذه القوانين بيعتبروها ايام ما كان الانجليز محتلين مصر. كانت مصر المزرعه بتاعتهم وكانوا بيصدروا. اول معاكسه بعد ثوره 19 ادبا لنا عملوا 2 مليون فدان مشروع الجزيره عشان ادبا لمصر. انما كان قبل كده ممنوع حد يعمل اي مشروعات زراعه في دول الحدود. الخطا التاريخي اللي وقعنا فيه ايام عبد الناصر اللي هي اتفاقيه 59 اللي هي قعدت انت والسودان وزعتوا كميه الميه وما استشرتوش. مش يعني حضرتك وقتها ممكن ان هم يوقعوا وكانوا هيوافقوا زي ما حضرتك قلت صلاته، انما ده خطا تاريخي لا يمكن التفضل. او كنا وسعناها في الامم المتحده. الجزء بقى اللي سعادتك دلوقتي احنا كلنا هايجين على اثيوبيا. النشاط الزراعي حاليا اللي هو في السودان هو الخطر الحقيقي العاجل. الصينيين 5 مليون فدان، والاتراك خدوا اراضي السوريين، المغاربه راحوا خدوا ارض. وبعدين سد اتبنى 15 مليار او 17 مليار الساعه التخزينيه بتاعته اللي هو سد المروي، ما حدش بيذكره. النهارده داخلين حتى على الاندر جراوند يشتغلوا على الخزان النوبي، وفي شغل كتير جدا بالنسبه لده. عشان الراجل مشي رئيس الوزراء رئيس الوزراء
كويس. احنا بس كان لي سؤال يعني ايه، يعني عايز استفسر عن ما هي مش عايزين ندور على وقت الفضل. ايوه اتفضل. بنقول ما هي كميه المياه المهدره في البحر المتوسط، وهل هي بتساوي كميه المياه المنقوصه من حق مصر في بعد بناء السد النهضه؟ وهل ممكن استغلال المياه اللي بتتهدر في البحر المتوسط ونحاول استغلالها مره اخرى او بامكانيات اعلى؟ يبقى هو ده الحل لو احنا ما فيش قدامنا غير الحل دوت. ويعني ممكن كل الاتفاقيات دي كلها تصفر عن بناء السد برضه، فهي ايه الحلول المتاحه؟ وهل ده ممكن يكون حل ولا لا؟ نعرف هذا السؤال من ضمن الادوات التي كان يستخدمها من الزناوي ضد مصر. بيقولوا المصريين بيرموا 12 مليار متر مكعب ميه في البحر المتوسط 15 وهذا غير صحيح. طب ايه الكميه؟ ما اديني جاي انا جاي. ما فيش متر مكعب تقريبا من الماء العذب ميه مصارف بيروح دي ميه صرف. وميه الصرف عندنا بارامتر هنا في مصر بنسميه الووتر مالتيبلاير. الووتر مالتيبلاير في مصر وصل ل 200-300%، بمعنى ان كل متر مكعب من الماء يعاد استخدامه مرتين الى 3 مرات قبل ان ينتهي الى البحر المتوسط. اذا هذا الماء ماء شديد السميه، بالاضافه لانه مش كله ميه صرف. يعني انا عملت دراسه على الشريط الملاصق للبحر المتوسط، واثبتنا بشكل او باخر من السولت بالانس. يعني مش عملنا ووتر بالانس بس، عملنا سولت بالانس عشان نشوف ايه نوعيه الميه اللي رايحه. فتاكدنا ان هناك ما يسمى بتداخل مياه البحر موجود اوريدي، لان في مناطق في الدلتا النهارده منسوبه راس كبير، منسوبه مترين تحت منسوب سطح البحر، في ميه بتدخل من البحر وبيعاد رفعها. انت تروح على محطه الطرمبات بتاع فرسكور دي اسمها 15,000 فدان، تلاقيها بتطلع ميه ل 200,000 فدان. الميه دي ميه جايه من البحر وبيعاد رفعها مره اخرى. اذا هي دي القضيه ان هذا الماء ومع ذلك قد ياتي، وانا متاكد مش هياتي اليوم الذي يستفاد به في هذه المياه. هي بس مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها في اقصى الشمال. هي لو شويه في الجنوب ما يستفاد بها، انما لا شك انه سيستفاد بها في يوم من الايام. اللي احنا بنتكلم عنه سعادتك الخطه القوميه تطوير ري في الدلتا، لان احنا هنوجد ميه هنوفرها نقدر نستصرف بيها 3.8 مليون فدان في الصحراء. انما يمكن الدكتور صفوت وسعادتك بتوع معاه الدراسات قال لك الميه اللي احنا بنرميها في البحر دي كلها ميه جايه من البحر واحنا انا عارف وجهه النظر. انما حضرتك لما حسبنا المقنن المائي احنا استهلاكاتنا للفدان في مناطق غرب الدلتا من 4000 ل 5000 متر مكعب. الدلتا الفدان بياخد 8000 متر مكعب عشان 2 مليون فدان رز. لا والله يعني قصدي حتى محاصيل الفاكهه بنقارن محصول فاكهه بفاكهه موالح لو تشوفوا المقننات عندكم بالنسبه للدلتا ففي سوء استخدام فعلا بالنسبه للميه. حضرتك كان برضو الرد على كلمه نستخدمها مرتين وثلاثه، الاساس في فقد الميه اللي بقى ترانسبيريشن مهما هتستخدم، انما الفكره ان في كميه بتترمي في البحر. ايوه بالظبط كده. بالرغم ان احنا استخدمناها مرتين وثلاثه. العبره احنا اسفين ان احنا خدنا وقت سعيد بالفيرس انفورميشن اللي خدناها النهارده. اعتقد المحاضره الاخيره ساعتك الكيس بتاع حضرتك دكتور كيس الميه المحاضره الاخيره او توضيحها عصفور جمال حبان موجود مدير البترول والطاقه، وهي تدعى تداعيات أزمة الطاقة على الساحة الاقتصادية في مصر.